في اخطاء شائعه جدا بتحصل بعد عمليه التكميم. اول خطا فيهم ان انا ما اتابعش مع الدكتور بتاعي وما اتابعش مع دكتوره التغذيه. ده خطا فظيع. يعني في ناس نعمل لها عمليه تكميم ويختفوا ويظهروا بعد سنه، بعد سنه ونص. ما ينفعش الكلام ده خالص. لازم المتابعه دي تبقى متابعه دوريه بانتظام. الدكتور بيتابع وزنك وبيتابع اكلك وبيتابع كل حاجه بتحصل معاك. الخطأ التاني ان انا مش بس ما تابعتش، ما بشربش كفايه. احنا بنقعد اول 3-4 شهور من بعد عمليه التكميم معتمدين تماما على السوائل. الاكل بيبقى قليل جدا، وده مقصود ان هو يبقى قليل جدا، بيبقى اعتمادي كله على السوائل. الخطأ الثالث المشهور جدا جدا ان انا ما بتحركش، ما بلعبش رياضه. الرياضه بعد عمليات التكميم مش مقصود بيها ان انا اخس. الرياضه بعد عمليات التكميم مقصود بيها ان انا صحتي تبقى كويسه، الدوره الدمويه تتحرك كويس جدا. السوائل الكتير والحركه الكتير بتخلي بشرتي ونضاره بشرتي احسن بكتير جدا، ما يحصلش ترهلات، ما يبانش ان انا شكلي كبير بعد العمليه، يقول لي ده عجز، ده مش عارف ايه. الكلام ده ما بيحصلش خالص. يبقى نتابع مع الدكتور بتاعنا، نشرب سوائل كتير جدا، نتمشى كتير جدا. مقصود بالرياضه هنا تمشيه فقط، تمشيه، تمشى كل يوم من تلت لنص ساعه. دي حاجه مهمه جدا.